الشركات في الوقت الحالي ما بقتش بتدور على انت واخد كورسات فين. الشركات والناس دلوقتي بيدوروا على انت بتعرف تعمل ايه. في اي شركه هنا يا جماعه تنزل انترنشيب؟ انا عندي اساسيات كورسات كتير ميديا باينج وعملت كام اعلان لنفسي، هل ينفع انزل شركه اخد خبره فيه؟ هو ده فعليا ما يعتبرش سؤال، ولكن حبيت اتكلم عنه لان ده من اكتر الاسئله اللي بتتكرر في الكوميونتي عندنا، وبتكرر في اغلب الكوميونتيز اصلا الخاصه بالديجيتال ماركتنج او الخاصه باغلب المجالات بشكل عام. بصراحه شديده الشركات في الوقت الحالي ما بقتش بتدور على انت واخد كورسات فين. الشركات والناس دلوقتي بيدوروا على انت بتعرف تعمل ايه، لان في ناس كتير ممكن يعمل بورتفوليو قويه جدا مليانه كورسات، ولكن لما يجي يطبق على ارض الواقع بتلاقي الخبره العمليه زيرو. وده لان مهما كان المعلومات اللي انت اخدتها في كورسات، مهما كانت الكورسات دي قويه، الا ان انت لما بتبدا تشتغل على ارض الواقع بتقابل سيناريوهات مختلفه ومشاكل مختلفه بتخليك تعيد التفكير مره تانية بالكامل. وبالتالي الاول وقدر المستطاع لو انت ما لقيتش تدريب في شركه او ما لقيتش مكان تعرف تشتغل فيه، ممكن تحاول تضحي وان انت تشتغل على اي طريقه تساعد ان انت تعمل فلوس بنفسك. يعني ان انت تجيب بعض المنتجات وتطلع عليها بكامبينز وتحاول تبيعها، ان انت تعمل ويب سايت وتشتغل عليه وهكذا، لان ده هيخليك بتجرب في فلوس خاصه بيك انت، وهيخليك ان انت تاخد الداتا دي تعرف توريها لشركات او لعملاء لاحقا على اساس ان هي بورتفوليو. ومجرد ما تاخد فرصتك الاولى للشغل هتعرف تبني بورتفوليو وتكمل الطريق بتاعك. مع العلم السيناريو ده ممكن ما يكونش مناسب لاغلب الناس، لان بالفعل في ناس ممكن تيجي معاهم عادي جدا وينزل شركه حتى لو هو زيرو خبره، ولكن ده بيكون نادر شويه بالاخص في الوقت الحالي مع تشبع السوق بكميه مبالغ فيها من الناس. فانت على الاقل عشان تلاقي فرصه لازم يكون عندك حاجه بتميزك عن اي حد تاني غيرك، لو انتوا الاتنين جونيور زي بعض. ولو عندك سؤال وحابب نجاوب عليه تقدر تسيبه في التعليقات، وما تنساش تنضم لاكتر من 15,000 عضو على ادفانسد ديجيتال ماركتنج كوميونتي.